ده الآن هو توقيعه ده إنشاء من جديد. إنشاء من جديد دي ما حصلت، ما بتحصل. الناس بيطلعوا يروجوا ويقول لك والله ده فيه استثمار وشغل للبلد وما أعرف، خرابيط فاضية جدا جدا. إذا جينا إحنا مسكنا إنك دخلت الشركة وتعاقدت معاها وتعاقدت مع الشركة، ما تعاقدت مع الحكومة، نسبتها كما أنا ما فاهم أصلا. نسبة الحكومة هي اللي بتحدد إنه الموضوع ده حيمشي بشروط السودان ولا حيمشي بشروط الإمارات. هي حتكون أرض إماراتية داخل السودان، وما فارقة معانا 6 مليار بالمناسبة، لأنه لو جينا لإنتاج السودان وصادرات السودان هي ما فارقة معاهم. طيب رأيكم شنو لو أنت عرضت عليه الموضوع ده؟ أول حاجة حسأل وين المناقصة اللي عملتها وزارة المالية لإنشاء ميناء جديد؟ وين؟ بما إنه ما في مناقصة حسب شروط وقوانين الاستثمار، ما في زول حافظة ولا عارفة ولا محامي حافظة ولا قاضي عارفة ولا في زول عارفة، قوانين الاستثمار الولائية وقوانين الاستثمار الاتحادية وقوانين الاستثمار الدولية، ما في زول عارف. جابوا جبريل قال له أمضي. طيب يا جبريل جبت أسامة داود ليه؟ أسامة داود جاب هيئة الموانئ بتاع دبي لأنها عندها خبرة. أنا رأيك شنو أجيب لك المغرب بتاع القصة ذاته؟ أحسن دولة في شغل الموانئ منو يا أخواننا؟ في عندكم فكرة؟ سنغافورة. مساحة سنغافورة كم؟ 780 كيلومتر مربع. سنغافورة دي مساحتها 780 كيلومتر مربع. مساحة بورسودان ولاية البحر الأحمر 218 ألف كيلومتر مربع. يعني كم سنغافورة؟ 200 سنغافورة، 200 300 سنغافورة عديل. ها؟ سنغافورة واحدة من إنجازاتها نمبر 1 في العالم في إدارة الموانئ وإدارة المياه. أنا بمشي سنغافورة السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي ممكن تدوني شركة بتاع تطوير موانئ؟ عندي مينا، قاعد عندي 11 مينا ومساحة الخط البحري بتاعي 780 كيلو. تعالوا ورونا أنا عامل شنو هنا. دي مش الكفاءات اللي انتوا دايرينها؟ تملك الإمارات مساحة قدر دي وفي مينا موجود. بنسألك دار تعمل به شنو؟ ما دار تجاوب. 6 مليار دولار تصرفها في مينا في حتة زي دي، ما دار تجاوب. الدولة السودانية حتستفيد شنو؟ ما دار تجاوب. الضمانات شنو؟ ما دار تجاوب. لقينا التوقيع الأولي. طيب يا أخي امشي جيبوا سنغافورة دي ناس متخصصين في إنشاء الموانئ. واحد، إنشاء مصانع الحاويات. ما دام أنت حتواجه استثمارات كبيرة، داير لك حاويات ما تصنعوها في السودان. ولا جبريل ما بعرف الكلام ده؟ جبريل هو هيعرفه بتين. جبريل اليوم كله بيشاكل في التسوية وقالوا لي وما قالوا لي. زول أو زول لحد هسه ما فاضي يطلع لنا الميزانية حقت الدولة، والشعب السوداني مشغول مع الكورة. السودان عندها معادن وثروات. أنا أجيب الناس المتخصصة، أجيب سنغافورة ناجحة في حاجتين، في إدارة الموانئ وإدارة المياه. سنغافورة ما فيها موية عذبة يا أخواننا، بتحلي الموية بتاعت البحر والصرف الصحي. إحنا مويتنا كلها 18 مليار متر مكعب. أنا أجيب سنغافورة تعمل لي تحلية في بورسودان، أزرع بها ملايين الأفدنة. أنا دار أشيل حلايب أشيلها أسوي بها شنو؟ إذا عندي 218 ألف كيلومتر مربع أنا ما عارف أعمل بها حاجة. لا قادر أحلي موية، لا قادر أديهم خط الموية. قلنا الموية قصاد المينا. ده واحد من مطالب بورسودان يطلع لي واحد يقول لي بقفل المينا وبفتحه. تقفل وتفتحه ومش هيعمل لك واحد تاني ضربك وانتهى منك. انتهى من كلكم حتكونوا تحت سيطرة الإمارات. واحد يطلع يقول لنا يا أخي والله ده مشروع كويس وهيئة الموانئ انت مدفوع لك. يعني هو كان عامل معه لغاء في التلفزيون، انا باريت الموضوع، فده بيدافع انه ده مشروع كويس والناس وافقوا عليه. وده حرب اهليه واضحه. حرب اهليه. اول حاجه الناس اللي في الخرطوم احنا حندعو بعدين يشيلوا سلاح ضد المينا ده، لانه ده حيتحكم في، حيخلي الخرطوم دوله حبيسه وحيفصلها. ده واحد من مؤشرات فصل السودان. المينا الجديد معاه خط سكه حديد، دي 6 دول ورانا بهناك، دي كلها الدعم السريع والحركات المسلحه. انت كلك طلعت بر التشكيله، دار تشيل حاجه من بورسودان الا تمر عن دوله بورسودان، دوله الشريك. هم بحسبوا في الموضوع ده خطوات قدام. المؤشرات القانونيه في قبول جبريل. وين الضمانات الدوليه للمعاهده دي والعقد ده؟ مده كم سنه حتديهم الحته دي؟
بيع ايجار 99 سنه، نسبه انا كحكومه سودانيه اتدخل مع اسامه داود في شنو؟ وعدنا قال حيخط 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي. ده ما لعب يا اخواننا، بل 300 مليون. تاجر سيد الزبادي ده، سيد الزبادي ده اسامه داود ده زول تاجر بتاع الزبادي، ما تعود عمل لنا قوم. تاجر الزبادي عميل مخابرات، ما عنده دين ولا اخلاق ولا عنده اي حاجه.